لو بتسأل نفسك ايه احسن لغة برمجة في سوق العمل، خليني اقولك الاجابة مش اللي انت متوقعها خالص. اي حد ممكن يقولك جافا سكريبت، بايثون او سي بلس بلس، بس الحقيقة مش كده خالص. والحقيقة ان مفيش حاجة اسمها احسن لغة برمجة، كل لغة وليها استخدامات مختلفة في سوق العمل. يعني لو عايز تشتغل في تطوير الويب او المواقع الالكترونية هتلاقي الجافا سكريبت قاعدة ومتربعة في المجال ده، ولو عايز تتعلم الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات مش هتلاقي احسن من لغة بايثون. شركات زي فيسبوك وجوجل بيعتمدوا كتير على بايثون وسي بلس بلس. اما تطوير التطبيقات فهتلاقي لغات زي سويفت وكوتلين متصدرين التخصص ده. ولو دخلت مجال الالعاب مش هتقدر تستغنى عن سي شارب او سي بلس بلس. يعني اللغه اللي انت بتختارها وعايز تشتغل بيها بتعتمد بالكامل على المجال اللي انت عايز تشتغل فيه. كمان سوق العمل بيتغير حسب المكان. في دول الخليج مثلا الطلب على البي اتش بي والسي شارب عالي جدا، وفي اوروبا وامريكا لغات زي جو وراست بدا يظهروا بشكل كبير في البنيه التحتيه للسيرفرات. النصيحه اللي بقولها لكل الناس، اختار اللغه اللي تخدم هدفك وتناسب المجال اللي انت عايزه. لايك وفولو وتحول لمبرمج.